صباح كان عندها عدد كتير من الجوازات المثيرة للجدل، بس أكتر واحدة الناس اتكلموا عنها كانت جوازها من رشدي أباظة. الغريبة إن الجوازة دي حصلت وهو لسه متجوز من سامية جمال. صباحها كانت في برنامج ساعة صفا مع صفاء أبو السعود، وقالت أيام ما كانوا بيصوروا فيلم إيدك عن مراتي سنة 1967 في بيروت كان في مشهد لازم تلبس فستان عروسة وتتجوز رشدي في الفيلم. بس اللي حصل إن الموضوع اتقلب بجد، ورشدي عرض عليها الجواز وقال لها على العشاء عايزة اتجوزك، إيه رأيك؟ صباح وافقت واتجوزوا رسمي عند أخته اللي كانت عايشة في صيدا بلبنان. بعدها الصحافة قامت وقعدت وكتبوا إنها خطفت رشدي من سامية جمال. وقتها صباح كانت في المغرب عندها حفلة، ولما أختها كلمتها في التليفون قالت لها الدنيا مقلوبة هنا بسببك. ساعتها صباح خافت إن حياتها الفنية تنهار بسبب الجوازة دي، فكلمت المحامي وطلبت الطلاق، لكن رشدي رفض. هي كملت كلامها وقالت إن في أسباب تانية خلتها تطلب الطلاق، زي إن رشدي كان متجبر وغيور بطريقة خانقة، يعني لو حد كلمها كان ممكن يولع الدنيا. صباح كان بتحب تعيش في سلام وتحب الناس، وما كانتش من الستات اللي تجري ورا الراجل طول الوقت. وبعد فترة من طلبها للطلاق أكتر من مرة، المحامي قدر يقنع رشدي يطلقها في الآخر. لكن الغريب إن الطلاق ما أنهاش الحب اللي بينهم. رشدي حتى أنتج فيلم كانت أيام بس علشان يشوفها، وهناك غنت له يانا يانا. ولما كانت في الفندق كان كل يوم يبعت لها وردة حمراء، ولو اتعصب كانوا ينادوها عشان يهدأ. وفي الآخر رغم الطلاق قصة حبهم فضلت مكملة معاهم سنين طويلة.